ثنائي شمس الدين الطالبي مرة أخرى دا جائزة رجل المباراة في دوري أبطال أوروبا. الخوت هاد الدري هذا تبارك الله وسط نبيع عليه فرفارة، وانت راه ما كتعرفو منين كيخرج لك، تيتزبق لك تيخرج لك من الجنب حتى كيماركي لك شي ثنائية. رسميا أقصى نادي أتلانتا الإيطالي وفاز بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية، داها فلالي وفاز بها في الروتور. تبارك الله وسط نبيع عليه. بلاتي واش كتظنوا بان حمزه ايغامان حتى دابا مازال ما توصلش حتى شي رساله ولا شي اتصال من والد الركراكي باش يقول له انك غادي تواجد معنا في الملتقى الجاي اللي غادي يكون في الرباط ان شاء الله؟ واش هاد الامكانيات اللي عند هاد السيد هاد المهاجم هذا وهاد الكفاءه والكتله البدنيه تبارك الله اللي عنده والسيد حاضر، واش ما كيستحقش بانه غادي يكون معنا في المنتخب المغربي وما كيستحقش واحد الفرصه فاش يثبت الذات ديالو؟ كنظن بان احسن وقت نقدروا نغوتوا على حمزه ايغامان هي التوقف الدولي اللي جاي، مي ابخي جاي كاس افريقيا، حيت كاس افريقيا ما كلوش وليد الركراكي يغامر بشي لاعبين مازال ما عرفوش كيفاش داير، مي التوقف الدولي كنظن بانه احسن وقت باش يشرب فيها حمزه ايغامان. وحمزه ايغامان عارف بان المنافسه قويه وشرسه في خط الهجوم بعد التالق كل من الكعبي يوسف النصيري وعبد الرحيم اللي كيلعب حتى هو راس حربه بعد البرواز، واخا هو جناح مي ولد الركراكي كيعتمد عليه في راس حربه. مي حمزه ايغامان كنظن حتى هو عنده الحق باش يكون مع المنتخب المغربي، وعنده الحق انه يجي ويثبت ذاته، ماشي ذاته هي في 10 دقائق ولا 20 دقيقه، لا عطاه ميطه ونشوف كان مزيان مرحبا، ما كانش مزيان مي كنظن بان هاد السيد هذا وهاد الخدمه اللي كيديرها كامل يستحق انه يكون في المنتخب المغربي. جاوبونا في الكومونتير اخوتي، شكون تيبان لكم يستاهل يكون مع المنتخب المغربي في التوقف الدولي القادم؟ هادو هما القائمه المرشحه. سندي مازال ما فرضش راسو مع بلباو، يعني مازال، يعني الا كانت شي حاجه من هنا العام الجاي. العناوي تيقدم تا مستويات متوسطه مع لانس. الميليو عندنا تيبان لي غادي يكون حاضر 100% هو الهلالي. ايغامان ما نهضروش عليه غادي يكون حاضر. ايشو تا هو غادي يكون حاضر في الاستحقاقات القادمه. وما كرهش يكون صلاح الدين بصراحه. ترواك كوايري كيلعب مع روما شراتو من 20 كيلعب ما شاء الله، ما كرهش يكون حاضر. وما كرهش ابو عدي. طالبي قال له مازال ما حسمش القرار ديالو، عنده اختيار ما بين بلجيكا والمغرب، غير يمشي لبلجيكا فيها خير. نادر كيلعب مع الاولمبيين ما غيكونش حاضر مع المنتخب الكبار. نتمنوا التوفيق للجميع، ولكن شكون اللي بان لكم في هادو اللي غادي يكون حاضر في التوقف الدولي القادم؟ شنو بان لكم في هذا الشيء؟ الركراكي على من كيدق قال لهم الركراكي كاينين شي لاعبين كيلعبوا في الدوريات الخليجيه ممكن ما غيكونوش معنا في كاس افريقيا. شكون اللي بان لكم؟ حمد الله رحيم يبان لي غيكون، زياش كيبان لي غيكون، قال لهم ما غيكونوش معنا في كاس افريقيا ولكن غادي يكونوا حاضرين بطولة العرب اللي منظمه في قطر. انا بان لي زياش غيكون في بطولة العرب. حمد الله سايس كاين لاعبين بزاف غيكونوا، ولا يكون المدرب ديالهم هو طارق السكيتيو. قال لهم حتى هي هذه بطوله مهمه بالنسبه لينا وغنمثلوا المنتخب المغربي ديالنا. يعني ملي قال هاد الهضره باين البلان. نعطيك من دابا زياش، حمد الله، سايس، هادو اللي كيلعبوا المنتخب الاول غادي يمشيو مع المنتخب يلعبوا كاس العرب وما يكونوش حاضرين كاس افريقيا. كيبان لي غيكون مع المنتخب المغربي في كاس افريقيا هو بونو والرحيمي، هادشي اللي غادي يكون حاضر. تا باقي كله من اوروبا.